قبل ما نبدأ يا ريت نصلي على النبي ونشترك في القناة علشان يوصلك كل جديد. فيلمنا النهاردة بيحكي عن ممثل فاشل كحيان بيبدأ الفيلم مع فيليب اللي عايش في طوكيو وبيشتغل ممثل بس مش بيجيله أدوار مهمة، وفي اليوم ده بيكون رايح يقدم على دور مع شركة إنتاج كبيرة وبيتأخر شوية في الأول لكنه بيلحق الميعاد في آخر لحظة وبيدخل المكان علشان يعرف نفسه. المفاجأة بقى إنه بياخد دور شجرة في إعلان بسيط. بالليل وهو راجع البيت بيكون محبط جدا وبيبص من شباك اوضته وبيلاحظ ان كل جيرانه كونوا اسر وهو الوحيد اللي عايش لوحده لغايه دلوقتي. وتاني يوم بتجيله مكالمه من مديرته وبتقوله انه جاله دور، بس دور غريب شويه، وانه يمثل واحد امريكي حزين جدا لابس بدله سودا. ولما فيليب بيروح على العنوان وبيكون عايز يشتغل اي حاجه بيكتشف ان المكان هو عزا وانه جاي يمثل انه واحد من معارف المتوفي. وبيفضل فيليب قاعد مستني لحد ما العزا بيخلص وبيلاحظ انه كل اللي كانوا موجودين اصلا ممثلين زيه. وبعد كده بيرجع للأوضة تاني وبيشوف الكفن بتاع المتوفي وبدافع الفضول بيجرب ينام جواه. وبعد لحظات بيوصل مدير المكان وبيقول له يطلع بسرعة لأن في متوفي حقيقي هيجي خلال دقايق، والاتنين بيخرجوا مع بعض. وساعتها فيليب بيتعرف على المدير شانج، وشانج بيقول انه مدير مكتب مسؤول عن توظيف ناس علشان يمثلوا ادوار مختلفة. وفي اليوم اللي بعده فيليب بيروح لعنوان المكتب وبيقابل شانج، واللي بيكون مبسوط جدا ان فيليب وافق يجي يسمع عن طبيعة الشغل. وشانج بيشرح له انه شغلهم انهم يقوموا بادوار في حياة العملاء حسب طلبهم، وده لان ناس كتير في اليابان بترفض فكرة العلاج النفسي وبتعتبره عيب، فبيستعينوا بحد تاني يشيل عنهم اللوم او الضغط. وفيليب بيرفض في الاول يشتغل معاهم وبيكون خلاص في طريقه انه يخرج، لكن شانج بيفكره باعلانه الاخير بتاع معجون الاسنان وبيقوله انه كان كويس جدا وانه على الاقل ممكن يجرب يشتغل معاهم فتره. وفي الاخر فيليب بيقتنع وبيوافق، واول عمليه بتكون بنت عايزه تعين فيليب انه يمثل دور زوجها قدام عيلتها علشان يوافقوا انها تسافر. وفيليب بيسالها لو متاكده، وخصوصا ان شكله اكبر منها في السن جدا، لكنها ما بتهتمش وبتقول ان اهلها شايفين ان واحد اكبر هيبقى اعقل من الشباب الصغير. وتاني يوم في الفرح المساعدين بياخدوا بالهم ان فيليب مش موجود في الاوضه، وايكو بتدور عليه في كل مكان وهي فاكره انه هرب من الاتفاق. لكن بعد بحث طويل بتلاقيه في الحمام قافل على نفسه لانه حاسس انه بيزور جواز مش حقيقي. وايكو بتحاول تقنعه ان اللي بيحصل ده مجرد تمثيل ولازم يكمل اللي اتفقوا عليه. وفيليب في الاخر بيطلع وبيكمل مراسم الجواز وطول الفرح وهو مش متاكد من اللي بيعمله. ولما الفرح بيخلص بيبقى مش عارف المفروض يعمل ايه، فبيفتح الباب وبيمشي. وتاني يوم شانج بيشكره على الشغل وبيقول ان العميلة راضية جدا عن الشغل والاداء، وبيكلفه بمهمة جديدة انه يمثل دور اب لبنت ابوها مش موجود، وده لان الام عايزة تنقل بنتها لمدرسة خاصة ولازم الاب يكون موجود قدام اللجنة، والام كمان عايزة بنتها تبان طبيعية جدا قدامهم، فضروري فيليب يتقن الدور بشكل كويس جدا علشان كل حاجة تبان عادية. وشانج بيروح معاه البيت، ولما بيوصلوا شانج بيلاقي ابنه حزين جدا وبيعرف ان السبب انه خسر مباراة الكورة في المدرسة. وتاني يوم فيليب بيروح يقابل البنت ومعاه هدية ليها، وبيعرف ان اسمها مية. ومية في الاول بتاخد الهدية وبعدها بتكون مش مهتمة جدا وبترميها، وفيليب بيجري وراها لانها مش فاهمة ليه والدها اختفى من الاساس. وامها بتهديها وبتقول لها انهم محتاجين الاب علشان يقدروا ينقلوه لمدرسة تانية. وفي الاخر مية بتاخد من فيليب وعد انه ما يختفيش تاني. وبعد كده فيليب بيتصل بشانج وبيعرف ان في عميل جديد، والعميل ده كان ممثل قبل كده ودلوقتي بنته عايزة حد يمثل دور كاتب ويقول لوالدها انه هيألف كتاب عن قصة حياته. وفيليب وهو في طريقه للمكان بيجمع معلومات عن الممثل وكل تفاصيله. وفيليب بيوصل لبيت الممثل المعتزل هاسيجارو وبيمثل انه كاتب شغال في واحدة من الصحف الكبيرة وانه جاي علشان يكتب قصة حياة هاسيجارو. وبعد المقابلة فيليب بيمشي من عنده وبيروح لمايا في المدرسة وفي يوم الآباء وبيحضر معاه الحفلة. وهناك بيتفاجئ ان ميا بتاخد ولد من الموجودين والده مش حاضر اليوم ده، وبتعرض على فيليب انه يمثل دور الاب للطفل ده. وفيليب بيوافق، وبعد ما الحفله بتخلص ميا بتشكر فيليب على مساعدته. وفيليب بيرجع البيت ومع الالعاب اللي ميا كانت عاملاها بايديها وبيعلقها في البيت، وبيبقى حاسس بشعور جديد مختلف عليه. وتاني يوم بيروح لحاله جديده والعميل المره دي عايز حد يشاركه اللعب. فيليب بيقضي يومه ما بين الممثل المعتزل
ودور الأب في مدرسة ميا وبيخرجها، وفي نفس اليوم بيجيله اتصال من المديرة وبتقول إن الدور اللي كان مقدم عليه في المسلسل الجديد بتاع المحققين اتقبل فيه. وفيليب بيتضايق وبيقفل المكالمة وبيكمل باقي اليوم مع ميا. وتاني يوم أثناء زيارته لبيت هاسيجارو بيلاقيه لابس ومستعد وبيطلب من فيليب إنهم يخرجوا سوا وبيقعدوا في مطعم قريب. وهاسيجارو بيستأذن علشان يدخل الحمام لكنه بيطلع بره المطعم، وفيليب بياخد باله بسرعة وبيطلع وراه لأنه بيعرف إنه هاسيجارو مريض بالزهايمر وبينسى هو كان فين وبيعمل إيه. وفيليب بيرجعه البيت تاني، وبنت هاسيجارو بتطلب من فيليب إنه ما ينفذش أي طلبات من والدها المرة الجاية لأنها ممكن تأذيه، وفيليب ما بيعترضش. وتاني يوم فيليب بيروح مع بنت هاسيجارو لمهرجان مشهور جدا في المدينة، وهي بتكون مبسوطة جدا وبتطلب منه رقم تليفونه. ولما فيليب بيرجع البيت بيلاقي إنها سايباله رسالة ومعاها رسوماتها كهدية ليه. وفيليب بيتصل بمديرته وبيعتذر عن دور المحقق في المسلسل الجديد، وده علشان ما يبعدش عن ميا في الفترة دي. وبعد ما بيقفل معاها بيحس إنه أخد قرار مهم في حياته. تاني يوم ميا بتكلمه وبتقوله إنها مش عايزة تسيب المدرسة اللي هي فيها، لكن فيليب بيشجعها إنها تنقل، ومع الوقت بتقتنع بكلامه. والدتها بتحس إن فيليب بقى قريب جدا من بنتها أكتر منها، فبتحاول تعرف السبب لكن ميا بترفض تتكلم معاها وبتطرد أمها بره الأوضة وبتقفل على نفسها. وتاني يوم فيليب بيقابل والدة ميا علشان يستعدوا لاختبار اللجنة وهي بتجهزه على الأسئلة. وفيليب بيكون مش مرتاح للإجابات اللي المفروض يقولها لأنه حاسس إنها إجابات روتينية جدا، لكن والدة ميا بتعنفه وبتسأله ليه بيتصل ببنتها في التليفون. وفيليب وقتها بيفهم وبيسكت وبيقول إنه هيلتزم باللي هي عايزاه علشان ما يخسرش ميا. وبعد كده فيليب بيروح يقابل هاسيجارو وبيلاقيه في المعبد بيصلي. ولما هاسيجارو بيطلب من فيليب إنه يصلي معاه، فيليب بيرفض لأنه ما بقاش يصلي من وهو عنده 15 سنة. وهاسيجارو بعدها بيطلب منه يسافروا قرية بعيدة مسقط رأسه. ولما فيليب بيحاول يعرف السبب، هاسيجارو بيقوله إنه ده سر وإنه هيعرفه لما يوصلوا هناك. ولما فيليب بيرجع لمكتب المدير شانج بياخد باله إن شانج محتفظ بكل المعلومات عن العملاء اللي اتعامل معاهم قبل كده. وشانج بيقوله كمان إن والدة ميا حجزت آخر جلسة مع فيليب يوم الاختبار وإنهم مش هيتقابلوا تاني بعد كده. وفيليب بيروح بيت هاسيجارو بيتكلم معاه عن موضوع السفر لأن هاسيجارو كان بيأمل إنه يسافر قبل ما ينسى تاني وترجع له أعراض الزهايمر، لكن فيليب بيقوله إن بنت هاسيجارو رفضت وإن السفر مش هيبقى ممكن. هاسيجارو بيزعل جدا وبيطرد فيليب من البيت، وفيليب بيمشي وبيبدأ يستعد لاختبار القبول الخاص بميا. ويوم الاختبار فيليب ووالدة ميا بيدخلوا قدام لجنة القبول، وفيليب بيكون متأثر جدا وكل اللي في اللجنة بتسأله عن أي حاجة تخص ميا بيأكد لهم إنه واثق من نجاح بنته في كل الاختبارات، وكمان بيعرض عليهم الرسومات اللي ميا بترسمها علشان يبين لهم قد إيه هي موهوبة. وبيحكي لهم كمان عن الموقف اللي ميا طلبت منه فيه يمثل إنه أب لطفل تاني كان والده مش موجود في حفلة المدرسة. وبعد ما بيخرجوا من المدرسة فيليب بيكون عارف إن دي آخر مرة هيشوف فيها ميا. والدتها بتقول لميا إن والدها لازم يرجع أمريكا علشان يكمل شغله. وفيليب بيعتذر لميا إنه مش هيقدر يكمل معاها وبيودعها وبيمشي وهو حزين جدا ومحبط. وفيليب بيرجع البيت وبيشيل كل الألعاب اللي ميا كانت عاملاها له، وبيرجع تاني يقف يراقب الأسر اللي دايما بيشوفها من شباك الأوضة. ساعتها بيفتكر العجوز هاسيجارو فبيروح له البيت في السر وبيدخل ويصحيه وبيقول إنه جاي علشان يهربه من البيت ويروح القرية اللي كان قاله عليها. هاسيجارو بيقوم بسرعة وبيلبس لبس تنكري وبيطلعوا سوا بسرعة يركبوا أول قطر رايح القرية. وفي نفس الوقت ميا بترجع البيت وبتلاحظ إعلان شغال في التلفزيون وبتشوف فيليب ظاهر فيه ومش بتبقى فاهمة إيه اللي بيحصل وبتحاول تكلمه لكن تليفونه بيكون مقفول على طول. والدة ميا بترجع البيت وبتعرف خبر قبول بنتها في المدرسة الجديدة، ولما بتيجي تتكلم مع ميا بتلاقيها زعلانة جدا وماسكة التليفون في ايديها. وقتها والدتها بتفهم ان ميا اكتشفت الحقيقة من الاعلان اللي كان فيه فيليب. وفيليب بيوصل مع سيجارو لبيته القديم في القرية، وسيجارو بيقرر يقعد شوية في البيت يفتكر ذكرياته وبيشكر فيليب على الرحلة وعلى انه رجعه لقريته تاني. وتاني يوم فيليب بيصحى وما بيلاقيش هاسيجارو موجود فبيقلق جدا وبيخاف انه يكون حصل له حاجة
وبيدور عليه وبيلاقيه واقف عند الشجرة اللي جنب البيت بيحفر في الأرض وبيحاول يطلع منها حاجة كان مخبيها من زمان. وبيطلعوا من الأرض علبة قديمة، العلبة دي بيكون جواها صور لحبيبة هاسيجارو زمان اللي ماتت بعد ما سافر طوكيو من سنين. وهاسيجارو كان نفسه يرجع يشوف صورها قبل ما أعراض الزهايمر تنسيه كل حاجة. وهاسيجارو بيودع المكان للمرة الأخيرة وهو مع فيليب، وبيتحركوا سوا في طريقهم راجعين البيت. وفي الطريق شانج بيتصل بفيليب وبيقول إن الشرطة بتدور عليه في كل مكان وفاكرين انه خطف هاسيجارو. وقبل ما فيليب يعرف يرد بيلاحظ ان هاسيجارو وقع على الارض وفقد الوعي. وساعتها فيليب على طول بيتصل بالاسعاف وبيستنى بره. وبعد شويه الشرطه بتوصل وبتقبض على فيليب بتهمه خطف هاسيجارو. وشانج ما بيكونش عارف يساعد فيليب ازاي وبيقرر يسيبه يتحبس، لكن ايكو بترفض القرار ده. وتاني يوم في الشغل بيكون دور ايكو انها تقدم اعتذار، لكن بتفاجئ الكل وبتغير رايها، وبدل ما بتمثل بتقول الحقيقه للست اللي قدامها وبتعترف لها ان جوزها بيخونها مع واحدة تانية وانها مجرد ممثلة. وبعدها بتسيب المكان بسرعة وبتتصل بشانج وبتقوله انها قررت تستقيل من المكتب. وشانج بيرجع البيت وبيلاقي مراته وابنه، لكن وهو قاعد ياكل معاهم بيحس ان في حاجة غريبة جدا. شوية بشوية بيبان له ان دول مش عيلته الحقيقية وانهم مجرد ممثلين، وبيطلب منهم يعيدوا مشهد دخولهم البيت تاني، لكن برضه ما بيعجبوش الاداء فبيطلب منهم يمشوا. وبيحس شانج بندم كبير. وتاني يوم ايكو والمساعد بتاعها بيروحوا بيت هاسيجارو وهما متنكرين في زي المحققين، وبيحددوا معاه ميعاد. وهم قاعدين في صالة الانتظار بيلاحظوا ان في ضيف تاني جاي لهاسيجارو، والمفاجأة ان الضيف ده هو شانج نفسه لكنه متنكر في زي محقق شرطة. وبيدخلوا كلهم لهاسيجارو وبيقدروا ينقذوا فيليب من المحاكمة. وفيليب بيعترف لإيكو انه ساعد هاسيجارو لأنه كان نفسه يساعد والده قبل ما يموت، لكنه ملحقش فحاول يعوض ده مع هاسيجارو. وفي نفس الوقت ميا بتتصالح مع والدتها، لكن في اليوم اللي بعده بيجي خبر صادم لفيليب وهو إن هاسيجارو توفى. وفيليب بيروح العزا وهو حزين جدا على وفاته. ولما بيقرب من الكفن بيسيب صور هاسيجارو معاه جوه الكفن، وبعد كده بيتم دفنه. وبتبدأ علاقة الصداقة بين فيليب وشانج تقوى أكتر، والفريق كله بيرجع يشتغل مع بعضه تاني. وبعد كده فيليب بيقابل ميا بعد المدرسة علشان يعتذر لها ويفهمها ان الهدف كله كان انها تتقبل في المدرسة. وميا في الاول ما بتقبلش اعتذاره، لكن فيليب بيقنعها وبيقول لها الحقيقة كاملة وانه بقى ممثل معروف جدا. وفي الاخر علاقتهم بتتصلح، وشانج بيقرر يوقف خدمة الاعتذارات لانها كانت مؤذية جدا للفريق. وفي النهاية فيليب بيروح المعبد لأول مرة، ولما بيدخل وبيشوف اللي جواه بيكتشف ان المكان ما فيهوش غير مراية بتعكس صورته هو والافعال اللي بيعملها. ولهنا بيخلص الفيلم. لو عجبك الفيديو يا ريت تعمل لايك واشتراك للقناة علشان يوصلك كل جديد. وبس كده، اشوفك الفيديوهات اللي جاية. سلام.